سيب كل اللي بتعمله وتعالى اقول لك على عرض الاحلام 13000 جنيه خلال اسبوع او 10 ايام بالكتير. تابع الفيديو للاخر عشان اقول لك تاخد ال 13000 جنيه دول ازاي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده باذن الله جايب لكم عرض الاحلام ملوش اي حل. عارف يعني ايه 13000 جنيه تحققهم خلال اسبوع او 10 ايام بالكتير؟ قصه ان اوبر عامله عرض. بص العرض ده ما بيجيش لاي حد، وده غباء من شركه اوبر. يعني ده شركه اوبر اليومين دول بتستغبى في الموضوع ده، فانا بحاول اوصله لك قبل ما يخلص عشان خاطر تستغل غباء شركه اوبر. بص العرض ده من داخل ابلكيشن اوبر، بيقول لك اعمل 12810 على الاقل في ال 180 رحله اللي جايين. اختار عرض يناسب جدول مواعيدك قبل 16/10. ده جه الكابتن معانا وجه كذا حد يعني، بس الكابتن ده هو اللي بعت لي السكرينات دي. فالعرض ده كويس جدا للناس اللي تقدر تستغنى عن اوبر يعني خلال فتره معينه. الموضوع كله بسيط جدا، ان انت لو قفلت اوبر خلال 3 اسابيع او شهر، في ناس جالها بعد حوالي 25 يوم قافل اوبر نهائيا، ما تفتحوش نهائيا. العرض ده بيجي لك على الايميل وبيجي لك على ابلكيشن اوبر، يا اما وفي ناس قفلته شهر وفي ناس قفلته اقصى حاجه 45 يوم. فالعرض ده بيروح نازل لك. العرض ده بيجي لك على 3 مراحل. اول حاجه بيقول لك لو انت بتشتغل كويس اعمل اللي هو ال 12810 في 180 رحله خلال 30 يوم. لو انت شغلك على قدك او مش هتعرف تشتغل او انت موظف تشتغل اخر النهار، ممكن تعمل اللي هو ال 120 رحله ب 8000 ونص. لو انت مثلا على قدك بردك شويه بتعمل اللي هو 70 رحله ب 4980 جنيه، يعني حوالي 5000 جنيه. فده عرض كويس جدا، وده مش بونص، ده ضمان. طب قصه الضمان ايه؟ وانا شايف ان ده غباء من شركه اوبر ان هي بتدي العروض دي للناس اللي بتوقف الابلكيشن. طب انت عندك ناس شغاله اسبوعيا وشغاله على طول وبتعمل لك حالات وتقييمها كويس، طب ليه ما تديهاش بونص زي ده؟ يعني المفروض اولى بالبونص الكبير ده او الجرانتي الكبير ده الناس اللي شغاله معاك دايما. فانت مثلا جالك العرض ده او عاوز العرض ده، لازم تقفل زي ما بقول لك اقل حاجه 3 اسابيع واقصى حاجه 45 يوم تقفل اوبر نهائيا. بيجي لك على الجيميل وبيجي لك على الابلكيشن. اعرفها قافله الابلكيشن اليومين دول عشان يجي لها العرض ده. طب العرض ده مثلا جالك لو انت بتشتغل كتير او تقدر تصدر نفسك لاوبر اسبوع، والله العظيم 3 في حد اعرفه عمله مش عارف في 5 ايام او 6 ايام، ما شاء الله اشتغل لهم بقى الرحلات الصغيره بس. طب العرض ده انت عاوز يجي لك تقفل، واول ما يجي لك بقى يا باشا، انا من عن نفسي لو جالي العرض ده هاخد اعلى حاجه. وده لمين بقى؟ الناس اللي تقدر تستغنى عن اوبر. حاول تستغنى عن اوبر لمده 3 اسابيع، شهر بالكتير، 45 يوم بالكتير، هيجي لك العرض ده. وعندك ان درايفر وديدي وكريم اشتغل عليهم ووقف اوبر. اول ما يجي لك العرض ده تروح سايب كل الشركات وشغال على العرض ده، تشتغل عليه بقى بمزاج. عشان خلي بالك العرض ده لو عملت اي ثغره فيه، اي حاجه بسيطه، الشركه فقست ان الرحله مضروبه، عملت حاجه غلط ولا حاجه، هيشيل لك العرض ده خالص. العرض ده تشتغل عليه في الرحلات الصغيره، تشتغل لهم في الصغير خالص اللي هو ب 26 ب 30 والكلام ده، تشتغل على الاوقات اللي فيها رحلات صغيره كتير او الاماكن اللي فيها رحلات صغيره كتير. العرض ده عباره عن جرانتي، بيقول لك ان انت مثلا نتكلم على عرض اللي هو ب 12000 جنيه او 13000 جنيه ده، عاوز منك 180 رحله. ال 180 رحله دول انت لو عملت 30 رحله او 25 رحله في اليوم رحلات صغيره، هتظبط الكلام معاك خلال بالظبط 6 ايام، اسبوع بالكتير، هتكون مخلص العرض ده بس تشتغل اوبر بس. فاهم حاجه لما يركب معاك العميل في الرحلات دي، لا تديله 5 نجوم، عشان هو لو اداك 5 نجوم وانت اديته 5 نجوم، الشركه هتشوف ان الرحله دي رحله مضروبه او انت مظبط مع العميل. فحاول اي عميل يركب معاك داخل العرض ده ما تدوش 5 نجوم خالص. دي اول نقطه. تاني نقطه بقى ان انت تحاول تعمل العروض دي كلها او الرحلات دي كلها بمبلغ قليل. ليه بقى؟ مثلا هو قايل لك 13000 جنيه، لو انت عملت ال 180 رحله دول ب 4000 ب 5000 بالكتير، اخصم من 13000 جنيه هيتبقى لك 8000 جنيه. في ناس خدت من العرض ده 7000 ونص، وفي ناس خدت 5000 جنيه اللي هو عمل بردك جواه رحلات كبيره. فكل ما تعمل رحلات كبيره العرض ده هيقل منك، يعني هيقل معاك في النهايه. فانت لازم تاخد في الاخر مبلغ كبير. فانت تخيل هتشتغل اسبوع وتصدر نفسك اسبوع لاوبر، هتاخد 13000 جنيه. فانا حبيت برضك انبه الناس واعرفك مدى غباء الشركات دي. وده خلي بالك في كل الشركات، كل الشركات الغبيه اللي شغالين معاها اليومين دول، اول ما توقف الابلكيشن لفتره ينزل لك عروض وينزل لك بونص وكده. طب الراجل اللي شغال معاكم مطحون وطالع عين امه ويعني تقييمه عالي والكلام ده، ما هو اولى بالفلوس دي. لكن الناس اللي ما تشتغلش تديها جرانتي وتديها بونص وتظبط لها الدنيا، تروح شغاله معاك لغايه ما العرض بتاعك يخلص، يروح قافل الابلكيشن، تروح انت بعد فتره منزل له عرض تاني. فانت كده يعني بتجري على اللي هو مش عاوزك. فهي الشركات كده، كل ما تديها على قفاها وكل ما تعملها معامله وحشه تمشي معاك مظبوط. انت تمشي معاها مظبوط يدوك على قفاك
ويدوك بلوك، وممكن يحذرك ويقول لك العميل بيقول فيك وفيك وفيك. فهو ده اللي هيمشي مع الشركات. في حد يقول لي طب غلط لا يا عم مش غلط، مش ده عرض منزلاه الشركه، انا بشتغل على عروض الشركه، كل ما الشركه تنزل لي عروض هشتغل معاها، ما تنزليش عروض مش هشتغل معاها. فده عرض يعني كويس جدا. تخيل لما تعمل 13000 جنيه خلال اسبوع، بس اهم حاجه تعملهم صح. ده في ناس عملت العرض ده وبعد ما خلص العرض ده قفل اوبر عشان يجي له عرض تاني، بس الله اعلم بقى يجي له عرض تاني ولا لا. بس اقول لك على حاجه، هو عرض واحد كل شهر ولا كل شهرين زي الفل يا باشا، وتشتغل بعد كده على باقي الابلكيشن، ايه المشكله؟ فانا شايف ان العرض ده كويس جدا للناس اللي تقدر تستغنى عن اوبر. لو انت ما بتعرفش تشتغل غير اوبر، او لازم اوبر تشتغل معاه كل يوم، مش تقدر تاخد العرض ده، او مش تقدر تقفل اوبر لمده شهر شهر ونص عشان تاخد العرض ده، فخليك بقى مع اوبر وخلاص. لكن هتقدر تستغنى عنه وانت بتشتغل على الشركات التانية كويس جدا، لا اقفل اوبر وخد العرض ده، العرض ده ممتاز جدا. اهم حاجه في اخر الفيديو تقول لي ايه رايك في العرض ده في تعليق، وتقول لي العرض ده جالك ولا لا، وايه رايك فيه، وممكن تقدر تحققه ولا لا. ده انا اقول لك على حاجه، لو واحد موظف ممكن ياخد اجازه من شغله لمده اسبوع عشان يخلص العرض ده وياخد 13000 جنيه على بعض، انا شايف ان ده عرض الاحلام وده غباء من شركه اوبر. اهم حاجه بقى لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو. واي حد عنده اي مشكله، عنده اي استفسار، يبعت لنا وباذن الله نرد عليه. وقبل ما نقفل الفيديو بنعمل ايه؟ بنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا ينصر اخواتنا في غزه. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.